قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وقرب منها اكتر، صرخت سلمى وجريت بعيد عنه. ايه اللي انت بتقوله ده؟ افتح الباب ده وخرجني وخلينا امشي من المكان ده. وفجأة لحقها يوسف ومسكها من دراعها جامد. ماشي، ما انت كده ولا كده هتمشي، مستعجلة ليه؟ مش لما نشرب حاجة الأول؟ وقرب منها وحاول يبوسها غصب عنها، بس هي قدرت تزق ومسكت فازة ضربته بيها على دماغه وهو من الوجع سابها. سلمى طلعت تجري وفتحت الباب وخرج. أما عند علي وصل مكتبه في مصنع الملابس، قعد على الكرسي وقعد يفكر. هو حيران. انت بقى حكايتك ايه يا ست سلمى؟ انت منين طالعة حرامية ومقضيها مع يوسف؟ ومنين دكتور أحمد بيشكر فيكي وفي أخلاقك وانا بثق فيه وفي رأي، وكمان شكلك ما يبانش عليه غير ان انتي محترم. يوه، ونفخ بعصبية من الزهق. دخل عليه زياد في الوقت ده. هو يابا اقرب صاحب ليه، في ايه يا باشا؟ إيه اللي واخد عقل ومخليك سرحان بالشكل ده؟ بقولك ايه، اخرس خالص، هي مش ناقصة غلاستك بصراحة. انا اللي فيا مكفيني. قولي يلا انت كنت عايز ايه واخلع من وشي. ايه يا عم مال، في ايه؟ احكيلي، مالك متضايق كده ليه؟ علي حكاله عن سلمى وعن الحيرة اللي هو واقع فيها بسببها، وإنها ممكن تكون الشخص الوحيد اللي ممكن يساعده في الكلية، وكمان حاسس إن هو ظلمها من طريقتها اللي كانت بتدافع فيها عن نفسها في مكتب الدكتور أحمد. يا عم انت شاغل بالك بيها ليه؟ تطلع محترمة تطلع مش محترمة، انت مالك؟ وانت من امتى أصلا بيفرق معاك؟ أنا عايز أفهم بس يا ابني افهم. لما اتكلمت في مكتب الدكتور حسيتها مظلومة، وانا ممكن فعلا اكون حكمت عليها بسرعة، ومن شكلها فعلا باين عليها محترم. وبعدين يا عم انا عايزة اتأكد، علشان دي هزقتني خالص قدام الدكتور. واللي زاد على كل ده، بعد ما خرج الدكتور احمد زعقلي علشان اتكلمت عليها، فعايزة ارجع كرامتي اللي ضيعتها الاستاذة دي قدام الدكتور، وهبهدلها واثبت له ان انا صح، مش زي ما قالت متكبر ومغرور وسطحي. زياد بتاعي، هي قالت كل ده؟ ما هو البت بصراحة ما غلطتش. وقعد يضحك. علي رمى الملفات في وشه. تصدق ان انا غلطان اني بحكي لك اصلا؟ يلا من هنا روح شوف شغل. طب خلاص يا عم، هسألك بس سؤال، هي حلوة؟ قصدي البت. علي سرح في شكلها وعينيها اللي تخطف القلب وبشرتها الصفرا وغدودها الحمرا بسبب عصبيتها، ورد على زياد عادية يعني. عادية؟ قلتلي هي السنارة غمزت ولا ايه؟ وغمز له بعينيه. تصدق ان انا غلطان؟ قوم امشي من وش، اطلع بره. خلاص والله خلاص، المرة دي بجد. طب انا عندي فكرة، ما تراجع كاميرات المحل وشوفها فعلا سرقت ولا لا. مفيش كاميرا عند اوضة تبديل الملابس يا زكي. وبعدين سرقت ما سرقتش، انا بقول ان انا شايفها بتركب مع يوسف العربية، وانت عارف يوسف ووساخته، يعني كده كده خلاص. انا اثبتت اللي انا عايزه اثبته. انت مش اللي يهمك دلوقتي تعرف لو سرقت ولا لا، عشان انت بتقول حسيتها مظلوم. انت مالك بقى تطلع مش تمام او تطلع تبع يوسف؟ احنا مالنا، هي حرة يا عم، ولا في ايه بالظبط؟ عندك حق، يلا معايا على المحل. وطلع زياد وعلي على محل الملابس، واول ما وصلوا المحل لقوا يوسف قاعد على المكتب وراسه مجروح. بص زياد وعلي لبعض وبعدين بصوا على يوسف. مالك يا يوسف؟ إيه اللي حصل؟ يوسف رد عليه بارتباك. ولا حاجة يا أستاذ علي، بسيطة. وأمن على المكتب علشان علي يقعد. هبعد أجيب حاجة لحضرتك وأستاذ زياد تشربوها. وخرج بسرعة من المكتب. بص زياد لعلي باستغراب، هو ماله ده؟ مش عوايده يعني يسيبلك المكتب على طول كده، ده بيفضل لازقلك فيه. وبعدين ايه اللي في راسه دي؟ مش انت قلت انك شفته هو وسلمى مع بعض؟ امال ايه اللي حصل؟ فعلا غريب، مش عارف. وفي اللحظة دي دخلت عليهم هدية وهي شايلة الصينية اللي عليها القهوة، وقربت من المكتب بكل دلع. بس سمعت عليه وهو بيقول خلاص لقيت ملف كاميرات امبارح. اتوترت هدير ووقعت القهوة من ايديها. علي بعصبية، ايه اللي انتي عملتيه ده؟ مش تحاسبي؟ انا اسفة والله، ما كانش قصدي. على العموم هنده على عم سيد
يجي ينظف الأرض وأنا هعمل لحضرتك واحدة تانية. لا خلاص، أنا مش عايز أشرب قهوة، اتفضلي انت. وخرجت هدير من المكتب وهي خايفة. في المكتب علي كان بيراجع الكاميرات امبارح زي ما قلتلك. مفيش ولا كاميرا جايبة أوضة تبديل الملابس ولا حتى الباب من بره. خلاص أنا عندي فكرة. شوف سلمى لما الشيفت بتاعها خلص كانت رايحة تغير هدومها وهي معاها حاجة ولا لأ؟ فكرة حلوة. أمال انت حمار ليه في الشغل؟ وقعد يضحك أوي. دي آخرتها برضه؟ ماشي، أنا غلطان إني بفكر معاه. وبص عليه للشاشة. سلمى اهي خلاص خلصت شغلها وراحة أوضة تبديل الملابس وإيديها فاضية ما فيهاش حاجة. وبعدين بص باستغراب. إيه ده؟ دي هدير داخلة ورا سلمى وماسكة في إيديها الحاجة المسروقة. وبص لزياد باستغراب. علشان كده اتوترت والقهوة وقعت منها. علي بعصبية. هدير سمعت زعيق واتنفضت من الخوف ودخلت ليه وهي باصة في الأرض. نعم يا علي بيه. ايه ده يا هاني؟ بصت هدير وشافت نفسها وهي داخلة ورا سلمى ومعاها الهدوم المسروقة. دي انطقي. انتي ازاي تعملي كده؟ انتي شغالة عندنا بقالك سنين، ايه اللي يخليكي تعملي كده؟ ها؟ والله العظيم غصب عني ومش هتتكرر مرة تانية صدقني. انا اسفة وغصب عنك؟ لا والله. انتي هتقوليلي ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ اتكلمي انطقي. هدير كانت بتعيط ومش عايزة ترد عليه. تمام أوي، مش بتردي عليا؟ خلاص أنا بلغ الاسم وهما هيخلوكي تعرفي تتكلمي. هدير اترعبت لما سمعت سيرة البوليس وجريت على علي تبوس ايديه وتترجى ما يعملش فيها كده. علي شد ايديه من ايديها. ايه يا هاني، خايفة وعايزة تصعبي عليا وما بلغش؟ وما صعبتش عليكي البت امبارح وانا بهزقها وبطردها بسببك؟ انطقي، ايه اللي خلاكي تعملي كده؟ هدير مسحت دموعها وقالت بخوف. انا هقول لحضرتك بس وعدني انك مش هتبلغ عني. اخلصي انطقي، انتي لسه هتساوميني؟ انا على علاقة بيوسف وهو قال لي ان هو هيتقدم لي علشان نتجوز وكده، بس من ساعة ما اتعينت سلمى وهو متغير وعلى طول لازق لها وبيقرب منها حتى وهي مش بتديله وش، وبقى مش بيرد عليا وبيتهرب مني أول ما فتحوا في موضوع الجواز. ففكرت أعمل كده خصوصا إن حضرتك أول مرة تيجي وتشوفها فتطردها وأنا ويوسف نرجع. والله العظيم ده كان قصدي، ما كنتش أعرف إن حضرتك هتكبر الموضوع امبارح. علشان كده أول ما يوسف قال الكاميرات توهت الكلام علشان ما تتقفشيش صح؟ هزت راسها وهي منهارة من العياط. تعدي على الحسابات، تاخدي باقي حسابك وما اشوفش وشك تاني لا هنا ولا في المصر، ولو لمحتك في اي حتة هحبسك. فاهمة حضرتك. وخرجت بسرعة من المكتب. قعد علي على الكرسي وهو حاسس بالندم على اللي عمله مع سلمى هنا وفي الجامعة. شفت بقى يا أستاذ، انت فعلا زي ما البنت قالت سطحي وبتحكم على الناس، وديك اهو ظلمتها مش مرة واحدة، مرتين. مرة في أخلاقها ومرة لما طلعتها حرامية، والمرة التانية في سمعتها لما قلت عليها مش تمام. طالما هي مش بتديله وش وكده ركبت معاه العربية ليه؟ كان مستنيها قدام الجامعة ليه؟ ولا هي بتتمسكن لحد ما تتمكن؟ ده انت هتظن فيها تاني؟ انت ايه يا ابني، مش بتتعلم؟ ولا هي عقدة زمان بتنقح عليه؟ زياد اقفل الموضوع ده علشان نفضل صحاب، ما تفتحوش مرة تانية. ويلا بينا نمشي. على فين؟ على بيت سلمى. ما انا لازم افهم كل حاجة. انت بتتكلم بجد؟ ايوه طبعا بتكلم بجد. طب استنى للصبح وشوفها في الجامعة ولا حاجة، مش تروح لها في نصاص الليالي. لا انا مش هستنى للصبح، انا لازم افهم واعرف كل حاجة. ويا عم لو مش عايز تيجي معايا خلاص خليك وانا هروح لوحدي، انا مش صغير على فكرة. لا طبعا خليني ايه، انا مضمنكش تعمل حاجة كده ولا كده، انا جاي معاك. بس انت عارف عنوانها؟ اكيد موجود في الملف بتاعها هنا. دور عليه على الملف بتاع سلمى وفعلا لقاه وعرف العنوان وخرج هو وزياد. ركبوا العربية واتحركوا. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.